السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق فيردي في بي ان. التطبيق ده مساحته 25 ميجا، محمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده من ضمن تطبيقات الفي بي ان. تطبيقات الفي بي ان دي اللي بيكون الغرض منها ان انت تستمتع بسرعة انترنت عالية، تستمتع بالالعاب الاونلاين بسرعة عالية للالعاب. بتقدر كمان ان انت تستمتع بان انت تفتح المواقع المحظوره في بلدك. التطبيقات المحظوره ده لان ببساطه تطبيقات الفي بي ان دي بتخليك تشغل الانترنت كانك فاتح من بلد تانية غير البلد اللي انت فيها. يعني ممكن كانك فاتح من امريكا وانت مثلا في روسيا، كانك فاتح من استراليا وانت في اوروبا، وهكذا حاجات زي كده. ده بيسهل بقى عليك ان انت تفتح المواقع المحظوره زي اي موقع، اي موقع محظور في البلد اللي انت فيها، مواقع اقتصاديه، مواقع سياسيه، مواقع تثقيفيه، مواقع رياضيه. كذلك الامر بيخليك تفتح التطبيقات برضو المحظوره، او يخليك تفتح تطبيقات محدده لبلد معينه. يعني مثلا في تطبيقات محدده لاوروبا، ما ينفعش ان انت تشغلها في اي دوله تانية في العالم غير وانت في اوروبا. ف لو انت مشغل الفي بي ان ده تقدر انت تشوف التطبيقات وتقدر تفتحها وتقدر ان انت تستمتع بكل المميزات بتاعتها. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق علشان تقدر تستمتع بكل مميزات التطبيق. لان تطبيقات الفي بي ان دي بيكون آه يعني اللي عامل التطبيق او اللي رافع التطبيق بيكون الغرض منها لم الفلوس او لم الاشتراكات من الناس. فعلشان يلم الاشتراكات من الناس لازم يخليهم يدفعوا الاشتراكات عشان يقدر يخليك تستمتع بالمميزات. علشان انت لو ما اشتريتش التطبيق هيخليك تشوف اعلانات كتيره جدا، ومقابل ده هيخليك مثلا تفتح في بي ان وقت قليل جدا انت تستمتع بمميزاتها. ممكن يخليك تفتح نص ساعه في اليوم، نص ساعه في اليوم بالكتير قوي، مش اكتر من كده. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه انك لو اكتشفت ميزه او عيب في التطبيق اكتبها في تعليقات الفيديو. ففي تنويه حابب ان انا انوه الناس ليه، علشان بلاقي ناس كاتبالي كومنت على اي فيديو يكون نازل مثلا بقاله فتره كبيره 8 شهور 10 شهور سنه، ويقول لي انت في مميزات مش قايلها في التطبيق وفي عيوب انت مش قايلها في التطبيق. ده ببساطه لانها دي تطبيقات يا جماعه، يعني بينزل لها تحديثات مستمريه. يعني لو انت مثلا شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر هتلاقي كل المميزات والعيوب اللي انا قايلها في التطبيق هي اللي موجوده. انما لو شاهدت الفيديو بعديها بعشر شهور بثمان شهور بسنه كده اوريدي هتلاقي في تحديثات نزلت للتطبيق كتيره، سواء التحديثات دي هتكون ايجابيه او هتكون سلبيه. فلو انت حملت التطبيق واكتشفت ميزه وعيب اكتب الكومنت بتاعك في تعليقات الفيديو، وانا اثبت الكومنت بتاعك على اساس ان لو حد دخل جديد وحابب يحمل التطبيق او يعرف اخبار التطبيق فيلاقي الشرح بتاعه، ويلاقي برضو الكومنت بتاعك ان التطبيق اتغير فيه حاجات. اما لو انت مش حابب تحمل التطبيق من اساسه وحابب ان انت تعرف المميزات والعيوب بتاعته الجديده اكتب لي في الكومنت اشرح لي التطبيق ده مره تانية، او راسلني على اكونت باسم مراجع برامج على الفيس او الماسنجر، وانا هعمل لك شرح جديد للفيديو اعرفك العيوب بتاعته والمميزات وازاي تشغل التطبيق وازاي لو اشتركت في التطبيق تقدر تلغي الاشتراك بتاعك بسهوله. وشكرا، سلام عليكم.